السلام عليكم البنات، معاكم نسمة ورجعت ليكم اليوم في حلقة جديدة من البودكاست ديالنا باش نهضروا على واحد الموضوع اللي مازال كيمس بزاف من البنات ويمكن حتى انتي من بينهم. الموضوع هو علاش كاين بعض العلاقات اللي كتخلينا نوقفوا بلا زواج، بلا خطوة لقدام، بلا نهاية واضحة. كتكوني عرفتيه من مدة وقلتي في خاطرك غادي يجي اليوم اللي نكملوا فيه حياة مسوى، وتمر الأيام وتمر السنوات وكتقولي غادي نطيبوا الوقت، كل شي غادي يجي فاش وقته. ولكن الحقيقة هو الوقت كيمشي وانتي باقية في بلاستك وباغية تبني حياة، ولكن في وسط علاقة ما كتوصل لحتى باب. أنا هنا اليوم ماشي باش نحكم، أنا هنا باش نفيقوا مع بعض، باش نقولوا الحقيقة في العين ونعرفوا علاش مرات كتكوني في وسط علاقة ولكنها ما كتوصلك لزواج، ما كتدخلكش دار، وما كتزيدك غير انتظار انتظار وانتظار. بنتي، هذه بعض الأسباب اللي كتخلي العلاقة تبقى واقفة بلا زواج. 1. الوهم اللي كنبنيوه في راسنا. كتخدمي خيالك بزاف وكتبداي تخيلي حياتكم، وليداتكم، داركم، السفر، الضحك، ولكن الواقع هو كيعاملك كأنك مجرد وحدة في مرحلة مؤقتة، ماشي شركة حياة. ومرات كتكوني انتي اللي باغية تشوفي فيه رجل المستقبل وهو باغي فقط يعيش الحاضر بلا مسؤولية. 2. الخوف من الوحدة. كتكوني خايفة تبقي بوحدك وخا هو ما واعدك بوالو، كتفضلي تبقي معاه حيث كتخافي ترجعي لنقطة الصفر، تبدأي من جديد، تواجهي المجتمع، تواجهي راسك. ولكن شنو الفايدة؟ تبقي مع واحد مناويش يربط مصيره بمصيرك. 3. عدم الوضوح. كتكون العلاقة كلها ضباب، ما كريناش كلمة واضحة، غادي نخطبك في شهر كذا، ما كايناش نية معلنة قدام العائلة، غير كلمات عامة، مازال الوقت، نصلح وضعيتي، نوقف على رجلي، وتمر السنين وانتي كتمشي معاه على رجل واحدة. 4. انعدام التقدير. بعض الرجال فاش كيشوفوا أن المرأة كتقبل تكون شبه زوجة بلا زواج، كيوليوا كيتكلوا على داك الكرم الزايد منها، كتطيب، كتسول، كتشجع، كتنتظر، ولكن هو ما كيدير حتى خطوة رسمية. علاش؟ حيث كل شي متوفر بلا ما يتحمل مسؤولية. 5. هو أصلاً مناويش يتزوج، وخا تكوني أحسن مراه وأوفى وحدة، وخا تعطيه الحب والدعم والحنان، راه إلا هو ما كانش ناوي يتزوج غادي يبقى داير العلاقة كوقوف مؤقت ولا هروب من المسؤولية، وإنتي كتبني في باب وهو مسدودة من الداخل. أختي، خاصك تفيقي قبل ما العمر يمر، وقبل ما يولي قلبك فارغ، وقبل ما فقتك في الحب تفنى. إلا كنتي في وسط علاقة وسولتي على الزواج وتهرب من الجواب، وسنتي عام، عامين، 3 سنين وما كاين حتى حاجة ملموسة، فوقت تسولي راسك، واش هاد العلاقة تستحق قلبي ووقتي؟ الحب بلا نية الزواج هو مجرد متعة مؤقتة كتستهلك منك كل شي وكتخلي بلاصتها خاوية. راه ماشي عيب تحبي، ولكن العيب هو تبقاي في حب ما فيه حتى أفق ولا حتى وضوح ولا حتى قيمة. الحب راه مسؤولية، راه ارتباط علني، راه نية صافية وقرار واضح. أنا نسمة وبغيتك اليوم تكوني قوية وما تعيشيش على أمل خاوي، وما تعطيش سنينك لوهم جميل ولكن ما في حتى نتيجة. تهلي في راسك واختاري قلبك بذكاء، لأن العمر مشي لعبة، ولأن الوقت اللي كيمشي ما كيرجعش. نتلاقوا في حلقة جاية بإذن الله، ودائما بكلمة من القلب،